انا المعده، وجاي اقول لكم على حاجات بتعملوها وقت الفطار في رمضان بتعبني وبتعمل لكم حموضه وحرقان وتنفخ بطنكم وتخليكم عاوزين تناموا. اول حاجه بتتعبني هي الميه الساقعه. ليه بتحللوا صيامكم بميه ساقعه يا بشر؟ ايه اللي بتتكلم عنه؟ كده الاوعيه الدمويه بتاعتي تنكمش من الخضه والهضم يقف والمغص يشتغل وتفضلوا طول الوقت حاسين بحموضه. والناس اللي اول ما تسمع الاذان تروح كسرة صيامها بسمبوسه او ورك فرخه، يا ناس هو في حد عاقل يعمل كده؟ دي الحاجات دي كلها زيوت ودهون، وده بيخلي صمام المرء عندي يرتخي، فتقوم الحموضه طالعه وفبلكم حرقان. والناس اللي ما بتصدق تشوف اكل تكون واكله بروتينات على نشويات على دهون كله ورا بعض. يا ناس ده بيخلي الدم كله يهرب من المخ ويجيلي عشان يلحق يفك الخناقة دي، فتحسوا بصداع ودوخة وتلاقوا نفسكم مش قادرين تتحركوا وعايزين تناموا. اكسروا صيامكم ب3 تمرات ومعاهم شويه ميه او لبن وبعدها شوربه وشويه خضار. أخيرا البروتين، شكرا. إذا حابب تتعلم كيف تستفيد من شهر رمضان وتخلص جسمك من الأمراض والسموم، اشترك في القناة وتابع سلسلة حلقات رمضان.